دلوعتي خاصمتها صالحتها لما بكت وتوسدت أحضاني، ألقت علي القبض مشتاقا لها فتحولت عصبيتي لحناني. إن الرجال فوارس لكنما لا سلطة تعلو على النسوان. مساء الفل على الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. تعالوا النهاردة اشوف انا حصل لي ايه وجرالي ايه. حاجة اقسم بالله العظيم اول مرة تحصل لي من يوم ما اتجوزت، اول مرة اتحط في موقف زي ده. انا عايزة اقول لكم انا مصدومة صدمة عمري، ما كنتش اتخيل ابدا ان يجي عليا اليوم واشوف كده او اتحط في حاجة زي دي. انا فضلت واخده وضع الصدمه يا جماعه لغايه ما خلصت بجد. انا عايزه اقول لكم ان انا الصبح لبست ورحت شغلي. انا متعوده قبل ما اروح الشغل مثلا بالليل او الصبح ببقى مقرره مثلا هعمل اكل كذا بكره، فبجهز الاكل ده من بالليل. انا كنت مقرره اعمل سمك زي ما انتوا شايفين كده. كنت مطلعه السمك من الفريزر الصبح قبل ما اروح الشغل، قلت اسيبه كده في المطبخ يعني يفك لغايه ما ارجع. ورحت الشغل ورجعت، ولكم ان تتخيلوا على اللي انا شفته، ويا ريتني ما كنت شفته. والله العظيم اتصدمت فعلا، كنت مصدومه صدمه عمري. النهاردة جيت من الشغل لقيت ابو يوسف مقرر ان هو اللي هيعمل الغدا، وقعد يقول لي انتي على طول بتقعدي تقولي لي، انا اصحابي بيقعدوا يقولوا لي انتي ازاي جوزك طباخ ومش بيطبخ لك في البيت، ازاي جوزك مش بيساعدك في المطبخ، ازاي جوزك مش بيقول لك على مش عارفه ايه، وازاي. النهارده انا قررت ان انا اللي اعمل الاكل. فلكم ان تتخيلوا على اللي حصل فيا النهارده عشان ابو يوسف دخل المطبخ. انا مش عارفه اقول ايه. انا مش هتكلم، انا هسيب لكم انتوا الكلام. انا هسيب لكم انتوا تقولوا لي في التعليقات لو جوزك فكر يدخل المطبخ يساعدك بتبقى ايه النتيجه. ابعتوا كده قولوا لي ايه نتيجه ان جوزك يدخل المطبخ يعمل حاجه او حتى يعمل شاي لنفسه، عشان انا النهارده الصدمه مخلياني مش عارفه اتكلم ومش عارفه اقول حاجه. زي ما انتوا شايفين ابو يوسف بيعمل تتبيله السمك. طبعا انا قبل كده بنزل لكم تتبيله السمك بتاعتي، هو بقى بيعمل تتبيله سمك على طريقته. جاب بقى التتبيله بتاعت السمك اللي احنا بنشتريها وحط عليها كمون وخل وليمون وفلفل اسود، وقلب كل ده في بعضه وزود عليه زيت ومعلقتين ميه زي ما انتوا شايفين. انا كان نفسي بصراحه اسجل لكم صوته وهو بيشرح كيفيه عمل تتبيله السمك. بس انا طبعا كنت مقتوله ضحك جنبه، ومش متخيله منظر المطبخ اللي انا شفته، اللي هو ايه ده، هو فيه ايه. طبعا ابو يوسف راجل شغال في مطعم، فلكم ان تتخيلوا في المطعم جنبه ناس بيلموا وراه. هو متعود ان هو بيعمل وفي ناس وراه بتلم، فلكم ان تتخيلوا ان ابو يوسف كان واقف في المطبخ لوحده وانا في الشغل. انتوا متخيلين ده؟ فانا جيت لحقته كده في الاخر، انا جيت كده لحقت في الاخر، قلت له لا ده انا لازم اصورك كده لقطه بلقطه علشان انا مش هاخد الصدمه لوحدي، لازم الناس تشوف انت عامل فيا ايه النهارده. هي المشكله ما كانتش في انه يعمل السمك او يتبله او يعمل الاكل. انا عايزاكم تكملوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا الكوارث اللي حصلت لي بسبب ان ابو يوسف دخل المطبخ. النهارده يوم هيتكتب في التاريخ، يوم كده هيبقى ليه ذكرى زي ذكرى ميلادنا كده، زي ما تعملي عيد ميلاد لنفسك وتقولي انا اتولدت النهارده، لا النهارده يوم ابو يوسف في المطبخ هيتعمل ليه ذكرى عالميه. كملوا بقى الفيديو للاخر علشان تشوفوا ابو يوسف عمل فيا ايه والكواليس اللي حصلت في المطبخ عشان ابو يوسف كان بيعمل السمك النهارده. زي ما انتوا شايفين كمان الاستاذ يوسف واقف معانا بيغسل الرز. فالنهارده كان يوم عالمي والله العظيم، مهما احكي لكم ما اوصف لكم. انا كنت واقفه في حاله صدمه. انا من الصدمه ما كنتش بعمل حاجه، انا كنت بصور بس، بصور كل حاجه بصوا على الطبيعه كنت بصورها. النهارده مفيش مونتاج عشان تبقوا عارفين. ابو يوسف عمل تتبيله السمك وعايزه اقول لكم حمر بصلة في الحلة، وأول ما حمرت خد منها شوية وبعدين زودها كوباية مية، وأول ما هديت كده طفى عليها، أول ما هديت ضربها في الخلاط، وبعدين زي ما انتوا شايفين اهو بصوا رجعها تاني الحلة وخلاها تغلي شوية،
وبعدين جاب سمك متبله بس زي ما انتوا شفتوا، وجاب الطاسه فيها زيت، وقام حاطط السمك فيه من غير ما يعمله بدقيق وكده، لا هو تتبيله السمك وراح حاططها في الطاسه على طول. طبعا انا واقفه مش فاهمه هو بيعمل ايه، يعني انا واقفه اصور بس كل اللي هو بيعمله خطوه بخطوه. هنا طبعا البصله بقى بالميه اللي هو ضربها في الخلاط دي حطها على النار تاني تغلي، وقعد بقى بص يقلب في السمك. واقول له يا يوسف طب انت هتعمل ايه؟ يقول لي بس اصبري اصبري اصبري. طب انت فهمني بتعمل ايه؟ يقول لي لا بس اصبري اصبري. قلت له انا صابره، انا كده كده هصورك وهنزل الفيديو لاصحابنا علشان هم يقرروا ويقولوا انا عندي حق في اللي هعمله فيك ولا لا. بص بقى هنا خلاص الميه غليت، خد بقى منها شويه، دي ميه بصل، وراح حاططها على السمك اللي هو الاف الزيت من غير دقيق. طبعا انا كل ده عماله اقول له هو ده اسمه ايه، مش راضي يريحني، مش راضي يقول لي اي حاجه، فانا واقفه عماله اصور كده خطوه بخطوه. بعدين بقى جاب الرز بعد ما غسله، يوسف طبعا هو اللي غسله لنا، وقام مسقطه بقى في الميه دي زي ما انتوا شايفين. هنا بقى هيعمل الدقيق اللي هيعمل بيه بقيه السمك، يعني هو خد جزء من السمك بس. جاب بقى دقيق وحط عليه معلقتين نشا، وقلب قلب 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 انا كان نفسي بجد بجد، كان نفسي اشغل الصوت وتسمعوا صوت ابو يوسف وهو واقف يشرح لي. هنا بقى حط كمون، فلفل اسود، شويه ملح. انا كنت هجلط النهارده. طبعا عايزين نشكر ابو يوسف من خلال هذا الفيديو، عشان انا يعني لو ما شكرتش ابو يوسف وانتوا شكرتوه معايا في الكومنتات تقريبا يعني هشوف حته بات فيها زي ما انتوا شايفين ابو يوسف اهو بقى خلاص بيعمل السمك في الدقيق والنشا والخلطه اللي هو عملها. عايزين نشكر ابو يوسف يا بنات، ابعتوا قولوا له شكرا يا ابو يوسف. انا عايزاكم بس تكملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا احنا عملنا ايه في بعض في المطبخ. كملوا الفيديو للاخر عشان بصوا. هنا بقى ابو يوسف بيقلي السمك، حط بقى الطاسه على النار وقلى السمك اهو زي ما انتوا شايفين. يعني بصراحه حاجه في غايه الروعه. هنا بقى بيعمل السلطه. انا عايزه اقول لكم طبعا ان ابو يوسف ايده تعباه فمش قادر يمسك فعلا بجد. انا في حاجات كنت بسنده فيها، يعني كنت بمسكها له عشان يعرف يعملها، يعني هو بصوا بالعافيه ساند كده يعمل السلطه. فيعني ربنا يشفيك يا ابو يوسف يا رب. والله ابتدى جلسات العلاج الطبيعي، فده اللي مخليه ايده ماسكه نفسها شويه، الاول ما كانش بيقدر يعمل بيها حاجه خالص. فادعوا له كده في الكومنتات ربنا يشفيه يا رب ويرجع زي الاول احسن ان شاء الله. انا بعمل السلطه. بصوا كمان جيت لقيته عامل ايه، عامل بطاطا، وعامل بقى بصوا ايه، جايب بطاطا فاتحها، يعني هو فاتح البطاطايه بعد ما كانت استوت شويه وحط لها سكر وقرفه لما استوت نص سوا، وبعدين دخلها الفرن تاني. انا عايزه اقول لكم ان انا بفتح البطاطا كلها بقول له ايه ده ابو يوسف البطاطا دي بايظه؟ قال لي لا بايظه ايه دي عليها قرفه وسكر. خلاص بقى الاكل خلص. هنا بقى ابو يوسف كان خلص الاكل، اصبروا لسه الفيديو ما خلص، اوعوا تقولوا خلاص حطينا الاكل ولا الفيديو خلص، كملوا بس كملوا اصبروا. هنا بقى ابو يوسف كان عامل ايه، عامل صياديه. قال لي السمك اللي هو عمله ده اللي حط له ميه ببصل والكلام ده على النار اسمه صياديه. بس عايزه اقول لكم حاجه حرفيا والله العظيم طعمه تحفه تحفه. انا هبقى اعمل لكم فيديو عن طريقة السمك ده بقى، الخطوات واحدة واحدة والطريقة واحدة واحدة والطعم بقى حكاية اقسم بالله. انا عايزة اقول لكم ان انا كنت بقول ده هيطلع مش حلو، لا وعمل السلطة وقلى السمك وقلى الرز. بصوا حاجة مفيش بعد كده بجد، حاجة خيال يعني. هنا بقى يا بنات كواليس ما بعد دخول ابو يوسف المطبخ. عايزة اقول لكم بجد يعني المطبخ فيه كارثة. انا قلت له انا اول مرة مطبخي يوصل للمرحلة دي. زي ما انتوا عارفين يا بنات ان دايما لما بكون في المطبخ بعمل روتين او بعمل اكل ما بسيبش مواعين ورايا، يعني دايما مثلا لو ضربت قوطه في الخلاط على طول بغسل الشفشه بتاع الخلاط وبركنه. بصوا انا سايبه لكم صوره هنا، مره كنت عامله سمك ومنزله لكم الفيديو لو تفتكروا، فقعدت اقول له بص السمك بتاعي كان شكله عامل ازاي من السمك بتاعك، بص مش عارف الرز كان شكله ازاي، بص مش عارفه، وقعدنا بقى نقارن وقعد يقول لي انا برضو بطبخ احسن منك، انا برضو مش عارفه ايه، انا شيف دي طريقتي
النهارده كان يوم عالمي بصراحه، ضحكنا كتير وهزرنا كتير قوي، والولاد قعدوا يتريقوا علينا كتير. وقعد بقى يقول لي ان انا قبل ما اجي الولاد قعدوا يقولوا له يا بابا لو دخلت المطبخ قبل ماما ما تيجي وكركبت لها الدنيا هتيجي تقعد تزعق معانا، يا بابا سيبها هي تيجي تعمل اكل، ماما ما بتحبش حد يدخل المطبخ بتاعها. يقول لي انا من كتر كلام الولاد بعد ما كنت يعني اصلا بيقول لي انا ما كنتش قادره اقوم اعمل حاجه من كتر كلامه، عمال يقول يا بابا ما تدخلش المطبخ، ماما هتيجي تزعق، ماما ما بتحبش حد يدخل المطبخ بتاعها، ماما بتبقى رصه حاجتها بطريقتها يا بابا مش عارفه ايه. قال لهم طب ايه رايكم بقى انا قايم ادخل المطبخ وهستنى لما امكم تيجي اشوف هتعمل ايه. هنا بقى زي ما انتم شايفين المطبخ كارثه، والله العظيم مش قادره انسى اليوم ده خالص. انا اليوم ده هكتبه فعلا في التاريخ، هجيب الاجنده واكتب اليوم ده. انا قبل كده ابو يوسف برضو دخل المطبخ، كنا في عيد، لكم ان تتخيلوا بقى عيد، كنا في العيد الكبير ويوم الوقفه. طبعا انا ببقى شغاله، انتوا عارفين طبيعه شغلي، فاليوم دوت انا كان عندي شغل وكنت راجعه بالليل، فقلت له انا هطلع الحاجه من الصبح، يعني هطلع اللحمه وهعمل حاجات من بالليل، يعني اعصج لحمه مفرومه ومش عارفه ايه عشان نعمل بقى اكلات وكده. فقال لي لا 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 ما تعمليش اي حاجه، انا كده كده اجازه بكره وانتي على طول بتعملي لنا الاكل ومش عارفه ايه، المره دي بقى انا هعمل لك اكل على ذوقي. قلت له خلاص. فبيني وبينكم بقى يا بنات قلت ايه انا هبقى في الشغل خلاص بقى هو يعمل اكل، بدل ما ارجع من النبطشيه متاخر ولسه هقف في المطبخ والوقفه تروح علينا. هو قال لي لا انا هعمل الاكل كمان عشان لما تيجي بالليل ننزل بقى ايه نخرج الولاد يوم الوقفه بالليل كده ونتمشى، ما نضيعش اليوم في الاكل وكده، ان انا طبعا برجع متاخر، فكان اليوم بيضيع بقى في ان انا واقفه في المطبخ وعايزه اعمل اكل عشان تاني اول يوم العيد ما اعملش حاجه مش عارفه ايه. المهم بقى عشان ما اخدكوش في الكلام وانا رغايه وبموت في الرغي زي عينيا وممكن احكي لكم قصه حياتي. المهم قال لي ايه انا هعمل الاكل، دخل وعمل الاكل. طبعا انا بحب اروق شقتي في العيد بالذات وافرش قبل الوقفه بيوم، انا عندي الوقفه دي خلاص بتيجي عليا سواء في رمضان وقفه رمضان يعني وقفه العيد بتاع رمضان اللي هو العيد الصغير او الوقفه الكبيره، لازم شقتي بتبقى مفروشه يوم الوقفه. الوقفه دي بقى ايه اللي هو ناخد شاور نلبس الترنجات الجديده، نقعد بقى مع بعض كده لغايه ميعاد الفطار نفطر اي حاجه خفيفه وخلاص. العيد الكبير كده الوقفه تبقى مثلا انا ببقى في الشغل الولاد ببقى مجهزه لهم حاجتهم، اجي بالليل مثلا ابقى مجهزه الاكل من قبلها، اجي مثلا على اللي هو السوا، يعني لو عامله مكرونه بشاميل على طول هتدخل الفرن، مثلا سلقه لحمه هعمل على فته خلاص الرز معمول مش عارفه ايه يا دوبك هرص الصينيه حاجات كده. المهم بقى يا بنات دخل المطبخ ووقف يعمل الاكل. انا مش قادره انسى اليوم ده لان اليوم ده كان عامل لنا لازانيا وكان عامل لنا فته وكان عامل لنا ايه تاني وصينيه رقاق باللحمه المفرومه. فلكم ان تتخيلوا هذه الاكلات انا جيت لقيت المطبخ بتاعي شكله ايه. والله العظيم انا لولا ان احنا كنا في عيد وكنت خايفه يقول لي انت نكدتي علينا انا قعدت اكتم في نفسي من المنظر اللي شفته. هو مش قصده يتعبني بالعكس هو بيحاول يساعدني، بس المشكله بقى في الناس اللي هم الشيفات دول، هو بيبقى شغال في المطعم تحت ايده مساعدين، يعني تحت ايده حد بيغسل وراه المواعين، حد بيظبط له الحاجه، حد بيقطع له الحاجه، حد بيرص الحاجه وراه، حد بيروق وراه. فلكم ان تتخيلوا بقى ان في البيت مفيش مساعد، يعني مفيش مساعد الا بقى لو انا هدخل معاه المطبخ فطبيعي هو هيعمل وانا وراه على طول اصبن الحاجه، لكن انا كنت في الشغل. فلكم ان تتخيلوا بقى كميه المواعين والاطباق والمعالق وكانت ايه. قلت له بص انا كده مش هعيد، يعني انا كده مش هعيد. فيوميها قلت له بص يا ابو يوسف يعني انا كزوجتك انا بقول لك متشكره جدا جدا على تعبك معانا واتمنى من حضرتك ما تدخلش مطبخي تاني. مع ان عايزه اقول لكم يا بنات هو فعلا اكله ما شاء الله ما شاء الله تحفه، بيعمل حاجات كتير جدا. انا عايزه اقول لكم اول ما اتجوزت ما كنتش بعرف اعمل اكل، كل الاكل اللي انا بعمله اتعلمته منه والله العظيم. بصي كل حاجه اتعلمتها منه خطوه بخطوه، وازاي احط ده زي ده وامتى احط دوت وامتى ما احطوش، وامتى احط التوابل على الاكل وامتى ما احطش، الملح يتحط امتى. بجد والله العظيم حرفيا انا جيت من بيت بابايا، عارفه بقى البنوته اللي عايشه في بيت باباها متدلعه ما بتشيلش قشايه من على الارض، الدلوعه انا. فجيت بيت جوزي فعلا حرفيا هو علمني كل حاجه لان دي مهنته من زمان جدا، يعني دي اول شغلانه اشتغلها وفضل فيها عمره كله ما غيرهاش. دايما الواحد في اول حياته بيشتغل كذا شغلانه
ما بيرتاحش هنا، بيشتغل هنا لغاية ما بيرسى على شغلانة معينة بيشوف فيها نفسه. فحرفيا شغلة ابو يوسف من زمان، فتعلمت منه كتير. طبعا اليوم ده قلت له بص انا عارفه ان انت بتساعدني، بس لو سمحت بعد اذنك تدخلش مطبخي تاني الا وانا موجوده. النهارده بقى قرر الموضوع تاني، فلكم ان تتخيلوا الصدمه اللي انا اتصدمتها اول ما دخلت. لان طبعا انا عمال ما جيت كان هو بقى ايه، السمك فك وغسل السمك، فالحاجه اللي غسل فيها السمك سابها، الحوض بقى مليان مش عارفه ايه والدنيا بقى مش نظيفه والمعالي وي. هو طبعا اولا ايده وجعاه ففي حاجات مش هيقدر يعملها، حتى لو ايده يعني لو ايده مش موجعه في حاجات هو مش هيعرف يعملها. ثانيا هو اللي متعود ان في حد واقف تحت ايديه مش هيعرف يظبط الدنيا، فاهمه؟ ومهما كان الراجل بيظبط الدنيا برضو مش زيك انت بيبقى ليكي لمسه في بيتك، ليكي لمسه في مطبخك. فيعني نصيحه مني هنصحها لك، ما تكسريش مقاديف جوزك لو حب يساعدك حتى في كوبايه شاي. بس لو حسيتي ان الموضوع هيخرج عن ارادتك زي حالاتي كده، انصحك قولي له ما يدخلش المطبخ واعملي حاجتك بايدك، وما تسيبيش حد يساعدك عشان هما مش بيساعدوك. انا عايزه اقول له بجد يعني متشكره جدا ان هو فكر انه يساعدني، بس على المنظر اللي انا شفته في المطبخ دوت، لو سمحت يا ابو يوسف انا بوصل لك رساله من خلال هذا الفيديو ما تدخلش المطبخ تاني. انا بجد يا بنات النهارده بالنسبه لي كان يوم عالمي والله العظيم. والمشكله بقى في ايه، ان نوع الاكل مثلا مش فراخ مش لحمه، ده سمك يعني انت حاسه ان كل حته زفره، رخامه المطبخ حاساها زفره، الحوض المواعين كل حاجه. يعني بص انا عماله المع في المطبخ فوق وتحت اقول ايه، عشان يمكن هو كان بيعمل فتح المطبخ يجيب حاجه في ايده كانت زفره، يمكن فتح درج المعالق ياخد كبشه او معلقه في ايده كانت زفره. فعماله ببصوا غسلت بالليفه بقى الرخامه بالمطبخ يعني، وقعدت امسح في ايدين المطبخ في المقابض بتاعه المطبخ مش قادره اقول لكم. هنا كمان صبنت الازايز ديت انا بملاها وبحطها، لان الميه اليومين دول بتعملها معايا وتقطع، فدايما ماليه الازايز دي عشان لو قطعت وانا بطبخ ولا حاجه يبقى عندي ميه نظيفه. هنا خلاص بقى كنا اتغدينا وخلصت المطبخ، قلت لهم لا انا هروق على نفسي، رحت بقى صبيت بيبس، فهو قال لي بقى حطي لي معاكي كافئيني بقى على اللي انا عملته. فبصراحه احنا ضحكنا كتير وهزرنا كتير بجد، ربنا يبارك له يعني. بس برضو يا ابو يوسف ما تدخلش المطبخ تاني قولوا له في الكومنتات ما يدخلش المطبخ تاني. هنا زي ما انتوا شايفين بقى البيبس، حطيت له برضو واحده بطاطا بقى من اللي هو عاملها بقرفه وسكر، وحطيت لي انا بطاطا من دي. انا عايزه اقول لكم انا بعشق البطاطا، هو كمان عملها النهارده عشان هو عارف ان انا بحبها، فكان عايز يعني يغطي على اللي عمله ويقول لي انا عملت لك حاجه بتحبيها يعني. بس برضو يا ابو يوسف ما تدخلش المطبخ تاني. هنا خلاص خلصت المطبخ بقى رايق ازاي. النهارده الفيديو بتاعي كان مختلف شويه، عايزه بقى رايكم في اخر الفيديو وتقولوا لي يا ترى دخل ابو يوسف المطبخ تاني ولا لا. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم ما يكونش تقلت عليكم النهارده. حبيت اعمل لكم جو كده مختلف عن الفيديوهات اللي قبل كده، حاجه مختلفه، يا رب يكون عجبكم. اقول لكم مع السلامه، وهستنى ان شاء الله رايكم في الكومنتات. مع السلامه.